يقول يا شيخ: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الفرقة الناجية. فالسؤال: هل 72 فرقة كفار؟ هل هم خالدين في النار، أو هل لا بد أن يدخلوا النار؟ الفرقة الناجية أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هم أتباع الصحابة وأتباعهم. أما البقية فيهم الكافر وفيهم العاصي، مو كلهم كفار. فيهم المخالفون للسنة، لكن فيهم من هو يكفر، فيهم من لا يكفر. توزن أعمالهم وتعرض أعمالهم على الأدلة الشرعية، فمقصود الأدلة الشرعية تكفير كفر ولا مبالغة له. هم عصاة بمخالفة طريقة السنة وطريقة السنة، لكن ليسوا كلهم كفار، فيهم عاصي وفيهم. قال يا شيخ: وهل كل من لم يكن من الفرقة الناجية هو في 72 فرقة؟ نعم، من خرج عن الفرقة ومن 72، لكنهم فيهم تفصيل. طيب يا شيخ، هل الأشاعرة من الفرقة 72 فرقة؟ هو الظاهر لأنه مخالف للسنة والجماعة، يوم تولي الصفات مع أنه أشياء كثيرة مخالفة للسنة والجماعة. طيب يا شيخ، هل هذه المقولة صحيح أن الناس ينقسمون 3 أقسام، إما أن يكون من الفرقة الناجية، وإما أن يكون من الفرقة الضالة، وإما أن يكون كافرا؟ ما أعرف لها تقسيم، التقسيم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فرقة الناجية والبقية من 72. هذه الأمة أمة الإجابة، الذين استجابوا إلى الرسول وادعوا أنهم مستجيبون، ثم لها تقسيم 173.